حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة قاعدة لا بيا ولا عليا، مروقة مطبخي من بالليل وعندي اكل. لقيت ابو وليد الله يصلح حاله داخل عليا بالشنط دي كلها. اخدتها منه وجريت على الحوض وبفتحها ولقيت خير عظيم. جايب لي سمك، وجبة سي فود. بصوا، دي مكرونة ودي كابوريا. وطبعا انتوا عارفين بقى جمبري بقى وسبيت وفليه وخير عظيم، اللهم لك الحمد والشكر. مسكت بقى الحاجة كده وابتديت بقى ايه افتح الحاجة كده اشوف جايب ايه. وجايب واحدة سبيت كبيرة او كاليميرا، حاجة زي يعني هي سبيت يا كاليميري. فابتديت بقى افتح الاكياس واشوف ايه اللي فيها وابتدي بقى ايه تنظيف واشتغل، علشان خاطر طبعا دول بيحتاجوا ان هم يقعدوا في التتبيلة شوية، فعشان برضو يلحقوا يتشربوا من التتبيلة ويشبعوا منها. فابتديت على طول. دلوقتي بقى همسك الجمبري، عايزة اوريكم بنضفه ازاي. في ناس بتحب القشر، تغسله وتنضفه وتعمل عليه شوربة، بس انا ما كنتش محتاجاه. وفي ناس كمان بتعمل منه بهارات. انا بضغط كده على الديل وبحركه يمين وشمال فبيطلع في ايديا. كمان بشيل القشر اللي هو حوالين الجسم ده. وابتدي بقى اشيل الكيس الرملي اللي في البطن وفي الظهر. خلي بالكم يا جماعة ان في كيس رمل في الظهر، وفي كمان في البطن. زي ما احنا شايفين كده في النص من المنتصف كده يكون معايا سكينة رفيعة. بروح فتحة بسيطة قوي زي ما احنا شفنا كده، وابتدي اطلع كيس الرمل من الظهر. لو انت عملتي الجمبري بالكيس الرمل ده مش هتعرفي تاكليه، هيقل مزاجك بجد. وزي ما احنا شايفين كده بالظبط في النص كده، وامشي السكينة عليه. آه عشان اقدر اطلع الكيس الرملي معايا بمنتهى السهولة زي ما احنا شايفين كده اهو. واحد في الظهر وواحد في البطن، وابتدي اطلعهم بمنتهى السهولة وابتدي اغسل فيه. آه عشان طبعا ده نوع من انواع الزفارة، فعشان ما يبقاش فيه ريحة زفارة فلازم انضفه كويس. زي ما احنا شايفين كده ابتدي اطلع، واهم حاجة ان يكون معايا سكينة رفيعة عشان خاطر تساعدني على اني انضف الجمبري بمنتهى السهولة. وابتدي اغسل بقى مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة لحد ما يبقى معانا زي الفل. تعالوا بقى نعمل التتبيلة. طبعا تتبيلة السمك معروفة، لكن كل واحد بايه بيأبدع فيها يعني. هنا انا معايا فلفل حامي وفلفل رومي، ومعايا 4 ليمونات مقطعاها كده بقشرها، علشان القشر بيبقى فيه زيوت وبيطعم الحاجة اكتر وبتبقى النكهة بتاعته اوضح كمان. هبتدي برضو بكبشة توم كده، راس توم كده كبيرة، لاني انا عاملة كمية زي ما احنا شايفين. وهبتدي بقى احط الخل واحط ملح. طبعا الملح لازم تكون نسبته عالية شوية علشان الكمية، وعشان كمان يطعم الحاجة ويشربها. انا حطيت زي 2 معلقتين كده مليانين كبار. وكمان هبتدي انزل بالكزبرة الناشفة. طبعا السمك يعني مش هقول لكم، كزبرة وليمون وكمون، الاساسيات، لان السمك بيحب الحاجات دي قوي. نزلت كده معلقتين كبار. وكمان هنزل بشوية شطة، مش هكتر لاني انا حاطة فلفل. بعد ما طحنت التتبيلة كده كان نفسي تشم ريحة معايا فظيعة فظيعة. حطيت الخل والليمون والكمون والليمون والملح وكله بقى ظبطتها كده. وهبتدي بقى اطعم بيها. ده الجمبري والفيليه والسبيت او الكاليماري. هبتدي بقى ايه معلقتين كده عليهم انزل بالخلطة. معلقة كده كبيرة حلوة مليانة، ونزلت بمعلقة تاني عشان حسيت ان هي محتاجة. هقلبها كده كويس، ولازم بايديا كده اتاكد كده ان هي وصلت للسمك كله والسمك كله اتشرب منها. زي ما احنا شايفين كده انا حاطه السبيط والفيليه والكاليميري في قلب طبق واحد، لاني هبتدي بيهم هما في القليه. يعني هما اول حاجه هبتدي فيهم في القليه، وبعدين هبتدي اخر بقى حاجه اللي هي المكرونه. تمام كده انا تبلتهم اهو، هسيبهم بقى على جنب. وابتدي بقى في غيرهم. هنا معايا المكرونه دي لحمها طعم قوي بطريقه مش طبيعيه، ولازم تتاكدي من نظافتها كويس. بصوا قشطه قشطه في لبن كده. هبتدي بقى احيقها من الملح بره وجوه كده علشان تتشرب من جوه ومن بره. وهبتدي بقى ايه احطها على في طبق تاني. زي ما احنا شايفين كده انا بوريكم قد ايه هي نظيفه، ولحمها سكر سكر كده. زي ما احنا شايفين كده هتبلها كلها زي ما وريتكم كده.
هنا بقى الخلطة اللي اتبقت هحطها على الكابوريا. اهم حاجة يا جماعة تجيبوا الكابوريا التقيلة، بغض النظر كانت ذكر او نتاية، اهم حاجة ان هي تكون تقيلة. الخفيفة دي مفيهاش لحم. بصوا انا كده تبلتها اهو، وهسويها في التتبيلة دي، مش هضيف لها اي حاجة. هنا بقى هبتدي اعمل شوربة السي فود. الطبق اللي انا وريته لكم ده طعمه بصراحة جميل قوي. الطبق ده انا اول مرة اشوف طبق سي فود بالتوابل بتاعته. هنا نزلت ببصلايه كده يا دوبك تدبل، هنزل بفصين توم. انا نزلت بسمنه بلدي في الاول، هي يا سمنه يا زبده يعني، بس تكون حاجه كده تدي طعم وتستحل. بعد كده هنزل بفلفل الوان، بتدي بقى بصوا طعم وريحه كده وتستعالي قوي 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 للشوربه. الفلفل الالوان ده بصراحه بيودي الاكل في حته تانية. انا برضو هتبله، مش محتاجه ان انا اسويه. هنا نزلت بمعلقه دقيق بس تكون كبيره. انا عايزه الشوربه بتاعتي يبقى ليها شخصيه كده، بس ما تبقاش تقيله، يعني ليها شخصيه كده. هشوح الدقيق معاهم، وزي ما بوريكم كده انا، هو الطبق اللي هو بيبقى جاهز ده ما بيبقاش فيه حاجات كتير، بس انا نزلت بواحده كابوريا، واللي هي الرجول بتاعه الكاليميري، والرجول بتاعه الكابوريا برضو. لكن بصراحة هو طبق جميل قوي. الكابوريا اللي هي الصناعية دي انا خليتها بالكيس زي ما هي، علشان خاطر لما بشيل منها الكيس بتتهري في قلب الشرب. ده التوابل اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي بتاع اللي جايه مع الحاجه. بس هي ما فيهاش ملح، انا كنت فاكره فيها ملح لكن ما فيهاش ملح. ودي رشه اللي هو بودره الزعفران. بصوا بيخلي لونها خطير. انا حطيت الكيس كله بتاع البهارات بتاعه شوربه السي فود. هبتدي اقلب كده وهنزل بالميه. لو انت كنت حابه ان انت تعملي الجمبري زي ما بقولك كده، انك تغسليه وتسلقيه تاخدي منه الشوربه، ممكن تزودي بيه شوربه السي فود. بس انا ما حبيتش ان هي تبقى تقيله زياده عن اللزوم، لان هي بصراحه كانت غنيه قوي يعني. هبتدي بقى انزل بالميه وهسيبها تاخد غلوه بالظبط وتقفلي عليها، لان طبعا انتوا عارفين ان الاسماك ما يعني بالذات الحاجات دي ما بتاخدش سوا كتير. نزلت بالملح والكمون والفلفل الاسود وظبطتها معايا اهي. وانا عندي ده كرفس انا بفرزنه في الفريزر لوقت استعماله يعني، بغسله واروح حاطاه في الشوربه اللي انا هحتاجها. هنا بقى زي ما قلت لكم كده الكابوريا بتاعتي انا هسويها في التوابل بتاعتها دي. انا ما حطيتش اكتر من كده، اخدتها لحد ما غيرت لونها وبعدين طفيت عليها، هي برضو ما بتاخدش سوا. هنا بقى هنقلي السمك والجمبري والحاجات دي. انا حطيت معلقتين كده من النشا على الدقيق. الكيس بصراحه ما ريحنيش، فما نفعش ان انا اعمل فيه، فغيرته وحطيته في طبق عشان اقدر اقلب براحتي. هو حلو في البانيو او حاجه تانية، لكن انا كنت عايزه اطلعه زي الكنتاكي كده. بيبقى فيه القشور الحلوه اللي احنا بنحبها دي. نقلت بقى في الطبق وزي ما احنا شايفين كده بطراطيف صوابعي، اقلب في الحاجه مره واتنين لحد يمكن 10 15 100 مره، علشان بصوا وانفضه كده، وابتدي اقلب تاني علشان خاطر تديني القشره اللي هي بتاعه الكنتاكي. بصوا اقلب كده، انفض كده وبعدين اقلب تاني بايديا. بصوا يعني بصراحه كانت جميله. بصوا الطبقه اللي بقول لكم عليها. هبتدي بقى يعني اللي يجي معايا هنزل بيه في الاول. هنا الجمبري، بس خلي بالكم ان السبيط او الكاليميري بيطرقع جامد يا جماعه، خلي بالكم وابعدوا عن الطاسه على قد ما تقدروا. ابتدي بقى انزل بيهم كده واحده واحده علشان ما يلزقوش في بعض وما بياخدوش سوا، يدوبك يدوبك كده اللي هو يعتبروا يتشمعوا. بالذات الجمبري ما بياخدش سوا يا جماعه، لان لو زاد السوا هيجلد معاكم. بصوا، وما تفكروش برضو تقلبي غير لما تحسي ان هي اخدت وش او اتشمعت في قلب الصوص، او زي ما احنا شايفين كده. هبتدي بقى اطلع. طريقة قلي سهلة ومش صعبة. هنا بقى شوربة السفود كنت طفيت عليها وقلت وقت الغدا هكمل يعني. نزلت بكوباية لبن كده، لو عندك كريمة لباني انزلي بيها، بس ايه يعني انا بكتفي باللبن لان بيبقى خفيف برضو مش بتقيلة. تقدري بقى تشيلي بقى
الخضرة دي من الشوربة، هي انا خلاص اخدت منها الطعم. بصوا اكلتي بعد ما خلصت بقت جميلة ازاي. إيه، عملت بقى سلطة طحينة، سلطة خضراء، دي بقى من اساسيات السي فود يعني، والليمون بقى، ومش قادرة اوصف لكم اليوم كان عامل ازاي. بالهنا والشفا للي شاف، وبالهنا والشفا للي كل. بصراحة كانت أكلة جميلة وجبارة. أنا اتنازلت إن أنا عندي أكل، ووقفت عملنا طبعا رز ببصل، لأن الأكلة دي أنا ما عنديش حد بيختلف عليها، كلنا بنحبها الحمد لله. اعملوها ان شاء الله تعجبكم بطريقتي كده سهلة وبسيطة. لو عندك برضو حتة قشطة ممكن تحطيها في قلب شوربة السفود، جميلة خطيرة، بس احنا بنحبها كده خفيفة. وياريت تعجبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.